نظمت السيدة إيمان عقيل رئيسة الجمعية الإنسانية للاندماج وتكافؤ الفرص منتدى حقوقيا سلط الضوء على شهادات صادمة أدلى بها سجناء سابقون تعرضوا لانتهاكات جسيمة في سجون البوليساريو. المنتدى الذي شهد مشاركة واسعة من نشطاء حقوقيين وصحفيين وممثلين عن منظمات دولية أبرز الأدلة الموثقة حول التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج الذي يمارسه قادة البوليساريو ضد المعتقلين. في كلمات مؤثرة سرد الضحايا تجاربهم المريرة، حيث تحدثوا عن التعذيب، العزل الانفرادي والمعاملة القاسية التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وقد أكد المنتدى أن هذه الممارسات تعكس واقعا مريرا يعيشه المعتقلون في ظل غياب الرقابة الدولية عن هذه المراكز. السيدة إيمان عقيل دعت إلى ضرورة فتح تحقيقات دولية شفافة ومستقلة لتوثيق الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عنها، مشددة على أن غياب المحاسبة يشجع البوليساريو على الاستمرار في هذه الجرائم. وأشارت إلى الدور السلبي الذي تلعبه بعض الجهات الداعمة للجبهة، معتبرة أن دعم هذه الممارسات يمثل تواطؤا ضد الإنسانية وضربا لمبادئ حقوق الإنسان. المنتدى اختتم بتوصيات واضحة تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف الجهود لفضح هذه الجرائم وممارسة الضغط لإنهاء الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون البوليساريو. كما شدد المشاركون على أهمية التحرك العاجل لضمان العدالة